فيديو مراجعة ما قبل الحلقة من انمي بلو لوك. النهاردة هنتكلم عن الحلقة الخامسة من انمي بلو لوك في فيديو المراجعة اللي انا بلخص لكم في حلقة كاملة من الانمي في اقل من 10 دقايق علشان تراجع الانمي قبل الحلقة الجديدة. وان شاء الله هيبقى كل يوم سبت عندنا انمي بلو لوك، وكل يوم اتنين عندنا انمي بليتش. بتبتدي الحلقة بمشهد من الحلقة اللي فاتت لما عرف بطلنا إيساجي إن القلب النابض للفريق الخصم هو نيكو، وعرف إن الهالة السوداء اللي كانت مخوفاه هي منه هو، وهو قص المشاكل كلها، وهو اللي يقدر يتحكم في المباراة بالكامل. بيروح له وبياخد فعلا الكورة وبيقطع الهجمة المرتدة، وبتبتدي الاستراتيجية تاني. وسلاح ناروهايا اللي كان الدور عليه هو المجيء من الخلف. يعني ايه المجيء من الخلف يا توفيق؟ يعني من ورا الدفاع، كورة طويلة او طولية من ورا الدفاع، يجري على طول هو من ورا الدفاع وياخد الكورة دي. ولكن الفريق الخصم بيقطع الكورة الطولية وبيبدأوا في تمرير الكورة لنيكو، ولكن إيساجي واقف لهم بالمرصاد، وكل كورة بتباص أو بتمرر لنيكو بيقطعها على طول إيساجي بكل مهارة، لأنه فهم خطة الفريق الخصم على إيه. خطة الفريق الخصم هي وصول الكورة للاعب رقم 7 اللي هو نيكو، اللي هو القلب النابض، وهو يبدأ يحرك اللعبة ويتحكم في المباراة بالكامل. وبيجي وقت اللي احنا كلنا مستنيينه، كل اللعيبة عدوا، عرفنا ايه هي اسلحتهم، ولكن حان الدور على إيساجي. عايزين نشوف ايه هو السلاح بتاعه، ولكن إيساجي بيرفض انه يكون الدور عليه، وبيقول لهم كل واحد يثبت مكانه، هنواصل باستخدام تشكيلة ناروهايا اللي هي المجيء من الخلف، يعني مش هيلعب دوره في المباراة. وبيقول إيساجي ساعتها ان بدل من انتقاله للهجوم وزعزعة توازننا، ان كل شيء يفضل على حاله وهو ده الاحسن. ولكن نيكو بيفاجئ إيساجي وبيقول له ان هو كمان سمع الخطاب بتاع ايجو، بتاع ان كل واحد لازم يظهر سلاحه، فقرر انه يسأل نفسه ايه هو سلاحه. وقال له انه محال انه يتمكن من التفوق على اوكاوا كون عندما يتعلق الامر بالتسديد، بقوة التسديد بالشوط، ولكن هو ما بيقدرش يتحمل الخسارة مش في دمه. وبيكمل كلامه انه مش سريع، ما عندوش بنية عضلية قوية، واضح انه ما عندوش اي ميزة. بيقول له وبيفتح عينيه وبيقول له ان سلاحه الوحيد هو عينيه، اللي بيقدر من خلالهم يقرأ الوضع في الملعب كله بدقة شديدة جدا. عقله اللي بيبرع في تنظيم اللاعبين وتحريكهم، وبيقول له ان انت تقدر توقفني ولكن مش هتقدر توقف افكاري. الكلام كله بيرمي على نيكو، الكلام طالع من بق نيكو، ولكنه كأنه بيوصف إيساجي نفسه. بعد كده بنروح لسلاح إيجاراشي جوريمو، وهو اتخاذ موقف عدم الاستسلام. ولكن الفريق الخصم بيكتفي بانه يحتفظ بالكوره ويمررها ما بينهم. بيسالوا نفسهم سؤال، هل فعلا الفريق الخصم اكتفى بالتعادل ولا دي استراتيجيه معينه؟ بيقرر إيساجي انه يمنع اوكاوا من التواصل مع نيكو علشان يشنوا الهجمه المرتده، يعني كل شيء في صالح فريق إيساجي. وبعدين بيفهم إيساجي اللي بيحصل، وبيقول ان الموضوع مش انهم مش عايزين يهاجموا، بل لانه قطع الكرة عن نيكو فمبقاش عندهم حد يبتدي الهجمة. لكن الوقت بيعدي، كل دقيقة بتعدي وكل دقيقة بتعدي هي خطر عليهم. فاضل دقيقة واحدة بس، وفجأة بيلتفت نيكو لإيساجي وبيقول له انه تكتيك انتقامي لا نستخدمه الا عندما نتعادل او نحاصر تماما. يعني عندهم استراتيجية، يعني عندهم تكتيك بيحاولوا يستخدموه. فجأة بيلتقط اوكاوا كون الكرة في منطقته الخاصة، وفجأة فريق واي كله بالكامل بيتحرك للهجوم، كله بدون استثناء، مدافعين مهاجمين كله بيتحرك للهجوم. اسم الحركة دي، اسم الاستراتيجية دي هي المرتدة الواحدة القاتلة. فجأة بيتحول إيساجي لهالة فظيعة، هالة رهيبة، هالة سودة. الوحش اللي جواه فجأة بيظهر وبيستيقظ في اللحظة اللي نيكو مع الكرة وقدام الجون ومنفرد كمهاجم المفروض يشوط، ولكن بيعمل حاجة يا جماعة كلنا فاكرينها من الحلقة الأولى، عملها إيساجي، إنه بيباص الكورة لأوكاوا اللي في منطقة أحسن، اللي في مكان أحسن إنه يسجل، فبيقراها إيساجي لأنها نفس الحركة اللي فكر فيها إيساجي بالظبط. وبياخد الكرة إيساجي على طول في لقطة رهيبة مهيبة، لأنه هو الوحيد اللي قاري الموضوع ده، لأنه لو مكان نيكو هيعمل كده. فجأة بيمرر الكرة ما بينهم وما بين بعض لحد ما بتوصل في الآخر لإيساجي قدام الجول، وإيساجي بياخد القرار وبيتمركز صح جدا 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 وفي اللحظة الحاسمة ويشوط الكرة ويحطها في الجون قبل الماتش ما يخلص، وفعلا بيحرز الهدف وبيربح فريق إيساجي. ولكن كل اللعيبة بتحتفل ما عدا إيساجي. إيساجي نفسه ما بيحتفلش، يا ترى ليه؟
بيتقدم إيساجي وعينيه شكلها غريب، عينيه تخوف، بيتقدم وبيروح لغاية نيكو. بيوصل لنيكو بيشوف وشه وهو زعلان وهو متضايق وهو مقهور، ولكن بيسأل نفسه ما هو هذا الشعور. فأنا بعتقد إنه هيقول إنه شعور سخيف، شعور بيخليه يتضايق، ولكن قال إنه شعور في غاية الروعة. وهنا تحول شخصية إيساجي تماما بناخد بالنا منها. وبتبتدي الحلقة، كل ده كان انترو للحلقة. بتبتدي الحلقة باسم الولادة من جديد، اسم رهيب لحلقة رهيبة. وبيحتفل فريق زد بالمباراة. ازاي بيحتفلوا؟ بيقسموا الاكل بتاعهم كلهم على بعض، كل واحد معاه اكل غير التاني بيقسموه كلهم وبياكلوا من اكل بعض. وبيبدأوا يسألوا إيساجي هل كان عارف ان الكورة هتوصل للمكان ده ولا ازاي عرف؟ فبيرد عليهم إيساجي ان هو ما عرفش ولا اي حاجة، الموضوع جاء معاه بطريقة غريبة، بطريقة سبونتينيوس زي ما بيقولوا، يعني ما شغلش عقله، بل هو من نفسه لقى نفسه رايح للمكان ده وبس كان عايز يسدد. فانتهز الفرصة عند احتمال نزول الكورة وقام مسدد الكورة في الجول. بيعرفوا ان سلاح إيساجي هو القدرة على الشعور بالهدف. وبالليل إيساجي مش عارف ينام، إيساجي مش جايله نوم خالص. يا ترى بيفكر في ايه؟ بيفكر في الماتش امبارح، بيقول انه فعلا ربح المباراة دي عشانهم ولا بس هو ربحه علشان الجول اللي هو حطه، ولا كان بيلعب لنفسه، ولا ايه اللي حصل. وبيروح على أوضة التمرينات وبيلاقي قاعد هناك تشيجري. فبيقول له تشيجري بتعمل ايه هنا؟ يقول له انه ما عرفش ينام فجاء عشان يشوف مقاطع من المباراة. وبعدين بيقعدوا يتفرجوا مع بعض على الفيديو بتاع الماتش. وبيقول له تشيجرو ان هو عنده وعي مكاني ثاقب، وهو ده سلاحه، انه بيشوف الملعب من فوق، زي ما بنقول كده ايجل اي، زي لعيبه كتير موجودين، تشافي، مودريتش، لعيبه كتير عندهم الايجل اي. إيساجي يسأل تشيجرو عن سلاحه هو كمان، طالما عرف سلاحي ايه هو سلاحك؟ لان تشيجرو هو الوحيد اللي ما لهمش ايه هو سلاحه، ولكن مرضاش تشيجرو يقوله. وبيعرف إيساجي ان تشيجرو عنده تمزق في أربطة الركبة اليمنى، الإصابة دي ممكن تعرضه انه ما يلعبش كورة تاني، مع ان إصابته شفيت، ولكن هو خايف من انه يخسر حلمه في لعب كرة القدم. فجاب لولوك علشان يكون عنده سبب يخليه يتخلى عن حلمه. ركز في الكلمة، هو ما جاش بلولوك عشان يحقق حلمه، هو جاب لولوك عشان يتخلى عن حلمه. وبعد اللي شافه النهاردة قال لإيساجي انه ممكن يكون لقى سبب يخليه يتخلى عن حلمه. ولكن إيساجي بيتعصب جدا وبيقول له ما تلومنيش انا، انت اللي عايز تستسلم فما تجيش تلومني انا. بيقول له انا زيك، انا كمان بحاول اكافح، انا كمان غير مستعد ان اتخلى عن كل شيء. فتشيجرو بيرد عليه وبيقول له انه ما يعرفش عنه حاجة ابدا، ودي كلمة خلت إيساجي ينبهر. بتيجي المشهد على ايجو، وايجو قاعد بياكل. يا ترى ايجو هيعمل ايه الشخصية الغريبة دي؟ وبعدين بيجي المشهد على تدريب لإيساجي وهو قاعد بيتدرب، ولكن بيقول لنفسه هو انا ايه المميز فيا؟ يعني انا لا سريع ولا لياقتي زيهم ولا اي حاجة، يا ترى ايه اللي مميز فيا؟ وفعلا بيظهر ايجو وبيكلمهم وبيقول له ان في نتائج جديدة ظهرت وان الترتيب اتغير. ايه اللي حصل يا جماعة؟ اللي حصل هو ان إيساجي فعلا بيكون هو احسن واحد في فريق زد، بيرتفع ترتيبه. بيقول له انه الفكرة انه عرف ايه هو سلاحه، فكل اللي عليه دلوقتي انه يحسن من سلاحه ده، زي ليونيل ميسي اللي اتكلم عنه كتير احسن لاعب في العالم. لكن إيساجي بيقول ان سلاحه مش حاجة ممكن الواحد يشوفها، مش ممكن حاجة سهلة ان الحد يطورها. هي مثلا مش انه سريع فيخليه اسرع، هو مثلا مش انه مراوغ فيراوغ احسن او يسدد، هي حاجة مش حسية. ان الشعور بالهدف هو مجرد احساس بس بيجيله. وبعد ما بيخلص التدريب وكلهم بيمشوا بيسأل نفسه طب انا ليه قاعد؟ فجأة بيقوم إيساجي وبيجري في الملعب وبيقول انه هيتمرن، هيجري عشان يقدر يجري 90 دقيقة، هيحسن البدني بتاعه، هيحسن كل حاجة. وبيقوم يتمرن ويجري، وفجأة بيلاقي وراه بقية الفرقة كلها بتجري معاه، وبيقولوا ان هم كمان هيكونوا الافضل ويسيبوا الاستراحة بتاعتهم وكلهم يجروا معاه زي ما بيجري ويكملوا تمرين وما ياخدوش الراحة اللي هم بياخدوها. وكل ده في وجود تشيجرو بيبص عليهم من ورا. يا ترى تشيجرو هيعمل ايه؟ تشيجرو مخليني
متحمس جدا اعرف هيعمل ايه في اللي جاي، لانه شخصيه غريبه وشخصيه غامضه. عايزين نعرف تشيجرو هيعمل ايه في الحلقات اللي جايه، وكمان اساجي هيتصرف ازاي، لان انا حاسس ان في حاجات هتحصل محدش متوقعها. ودي كانت الحلقه الخامسه من بلو لوك، حلقه المراجعه قبل الحلقه الجديده علشان تراجعها وتبقى عارف ايه اللي بيحصل. وان شاء الله اقابلكم يوم السبت اللي جاي. ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب. وده اللي كان عن النهارده. سلام.